السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا الزهرة المغربية. أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله وعلى خير. هقدم معاكم الفقاص، هي من الحلويات المعروفة في المغرب جدا. الفقاص ده جميل جدا وشبيه، ربما شبيه أنا كنت شفته كده في حلويات هنا مصرية، زي اللي بيقول عليه الفايش الصعيدي، بس هو يفرق عن الفقاص كتير، ويعني شبهه بالظبط بس مش مختلف عليه في المكونات وكل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بالمقادير بقى. المقادير هنبدأ بالطبق ده. عندي فيه ايه؟ كوباية الا ربع من السمسم واليانسون والشمر، بنقول عليه في المغرب جنجلان والنفع بلدي وحبة حلاوة. هما دول. كوباية الا ربع زيت اهي، طبعا كوباية الا ربع سكر كمان، ومعاه كيس فانيليا، ومعايا 3 بيضات اهو، ومعايا هنا دقيق. الدقيق انا مش هقول الكمية دلوقتي لما اشوف هتحتاج معايا، لان الدقيق على حسب الخليط، وفي الاخر هقول لكم عملت كام كوباية دقيق. هما دول المقادير، وهتمشوا معايا ان شاء الله دلوقتي عشان نعمل الطريقة. والطريقة هنعملها ايه في الخلاط يعني مختلفة. الفقاص بيتعمل بطرق كتيرة، بس ابسط طريقة هنعملها معاكم بطريقة الخلاط الكهربائي اهو. كوباية دي انا جبت كوباية الخلاط اهي، وحطيت بيضة. هنحط تاني البيضة التانية اهي، ثلاث بيضات، زيت، سكر، نيجي للفانيليا، ومعلش يا جماعة انا نسيت بيكنج باودر، ما ذكرتهاش في المقادير، بس لما احط الدقيق هوريها لكم. دلوقتي الخليط اهو هنضربه في الخلاط الكهربائي وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما ضربت الخليط في الخلاط الكهربائي، البيض والسكر اهو بيكون زي خليط الكيك اهو كده. دلوقتي هننزل عليه باليانسون والسمسم والشمر اهو، هما دول. وعلى فكرة يا جماعة الفقاص ده بيتعمل حتى باللوز، بس الموجود اللي عندي في البيت ومتوفر انا عملته واللي حتى مش موجود معاه اليانسون او الشمر وموجود بس السمسم، ممكن تعمل السمسم كده. بنخلط اهو. البيكنج باودر اهي، هي دي انا كنت واخده منها، بس هستعمل لان دي 16 جرام.
انا بقى عايزة بس 7 جرام، انا هاخد منها 7 جرام دي اللي هي عبارة عن معلقة اهي كده، شويتين دول كده. انا خدت معلقة. هنخلط اهو، بخلط البيكنج باودر مع الخليط، وبعدين هننزل بالدقيق وهقول لكم مقدار الدقيق كام. الخليط حلو معايا اهو، جميل جدا كده. هاخد بالمعلقه كده. انا هقول لكم في الاخر طبعا مقادير الدقيق كام كوبايه، لان انا حاطه هنا الكوبايات، حاطه مقدار الكوبايه في البلاستيكه دي عشان انا فضيته ونخلته كمان. وبعد ما عجنت اهو، مرضتش اطول عليكم الفيديو. انا دلوقتي هفردها في الصينيه. معايا صينيه هنا، ونسيت ما قلتلكوش ان الدقيق احتاج كيلو الا ربع من الدقيق، كيلو الا ربع من الدقيق. انا دلوقتي هاجي افردها على الرخامه وهقطعها عشان احطها اوريكم ازاي هتعملوها كده. هنقسمها هقسمها لتلاتة كده اهو. ندي شوية كده، ندي كمان. وكده شكلها اهو. انا حطيت دهنت صينيه بالزيت، شويه زيت نباتي، وحطيتها هنا كده. ده هو السمك اللي انا عايزه اهو كده. بنحطها كده. اكمل الاتنين اللي فاضلي وارجع لكم. انا كده خلصته اهو كده، خلصته. ده هو السمك اللي انا عايزه اهو، بصوا معايا اهو، هو ده اللي انا عايزه. انا هنا حطيت بودرة الكاكاو على شوية زيت عشان يديني لون. لو انتوا مش حابين زفارة البيض تعملوا صفار بيض او وقهوة قابلة للذوبان، سريعة الذوبان، ممكن تعملي الطريقة دي. تحط شوية كاكاو، بودرة كاكاو وشوية زيت على شوية مية وتدهني الحتت دي. وقبل ما ادهن الخليط ده، قبل ما ادهنه هنا بنيجي نبسط العجينة كده كأني ببسطها كده معايا. هنيجي هندهن كده. انا خلصت دلوقتي الدهن بتاعه خالص. اشوف بس تحت الحروف بتاعته عشان ده هيفرق لما نيجي نقطع. هتشوفوا هيبقى ازاي، هتعرفوا ان الخلطة دي ليه انا عملتها وليه انا مدققة فيها خالص
كده انا خلصته اهو. كده انا خلصته. هدخله دلوقتي الفرن وبعدين هشغل عليه تحت على نار هادية خالص، وبعد ما يستوي هخرجه وهوريكم تاني المرحلة اللي بعدها. خليكم معايا. وبعد ما خرجته من الفرن اهو لحد دلوقتي سخن جام، يعني انا لسه مخرجاه من الفرن وحبيت اوريكم المرحلة اللي بعدها. هي دي، بص معايا اهو كده اتحمر اهو عشان هو بقى لسه سخن اهو، ما تشققش ولا اي حاجة اهو، حلو زي الفل كمان اهو. بص معايا عشان لسه سخن مش قادرة امسكه خالص كده اهو. خرجناه من الفرن. دي المرحلة الاولى. هجيب قماشة وهغطيها وتكون شوية متبللة مية، واحطها واغطيها دي، اغطيها على الفقاص، ومن بعد ادخلها هو في مرحلتين انا دلوقتي مستعجلة عليه، فالمفروض ان هو يبقى ايه 6 ساعات او 4 ساعات. مثلا انا عملته دلوقتي بالليل، ممكن للصبح واقطعه. لا انا بقى مش عشان مستعجلة عليه لظروف، فانا ايه هبلل القماشة دي شوية مية، قماشة بتاعة المطبخ، واحطها عليه واغطيه وادخله الفريزر مدة ساعة، وبعدين اخرجه واقطعه. اللي مستعجل يعمل الطريقة دي، يدخله مدة ساعة في الفريزر وبعدين يجي يقطعه تقطيع. واللي مش مستعجل طبعا عادي ممكن تسيبيه 6 ساعات او 4 ساعات. لو كنت عاملاه بالليل تسيبيه للصبح وتقومي تقطعيه. دي هي طريقته. انا دلوقتي هغطيه، ابلل دي شوية مية واغطيه وادخله الفريزر، وارجع لكم بعد ساعة ما اجي اقطعه هتشوفوني هقطعه ازاي. وكده انا خرجته من الفريزر اهو جامد. ولازم يكون السكينة حامية جامد عشان تعرفوا تقطعوا بيها بدون ما تتفرتت معاكم من هنا. وهنبدأ بسم الله بالراحة عشان هو لسه ايه مش مهم الحتة دي. وكده شكله بعد ما قطعته قدامكم اهو. بص اهو. ودلوقتي المرحلة اللي جاية، انا كنت بقطع الفقاص وبعدها كنت مشغلة الفرن على فوق وتحت اهو. شوفي الكمية اللي عمل لي كمية كتيرة. دلوقتي هدخله من الفرن والحرارة تكون معتدلة، يعني تكون متوسطة ما تكونش عالية كتير. لو عندك فرن غاز ممكن تشغلي تحت الاول لما ياخد وش من هنا، يبقى شغل اللي فوق الشواية اللي فوق. بس انا عندي فرن كهرباء هيشغل الاتنين مع بعض، وتكون الحرارة بتاعتهم يعني مش عالية كتير، تكون متوسطة. ياخد لون وارجع لكم ان شاء الله. وهذا هو الفقاص خرجته من الفرن. الشكل ديالو كيكون بحال هكا. كنتمنى يعجبكم وتقولوا لي اراء ديالكم في التعليقات. واللي اول مره كيزور القناه يشترك فيها ويعمل لايك ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. وكنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله وما نتاخرش عليكم تاني في الجديد، ونبقاو ديما على تواصل ان شاء الله. وهذا هو الفقاص ديالنا. هو غادي نحاول نقطع معكم وحده كيجي بحال هكا، كيجي هشيش وزوين بزاف.
هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى تجربوه ويعجبكم وتقولوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله.